13 يوم بس على مونديال، ومصر كسبت روسيا 1-0 في استاد القاهرة. اللي سجل واحد لاعب اسمه مصطفى زيكو، أول مباراة دولية في حياته. وهقول لكم بعد شوية الرقم اللي ولا حد بيتكلم عنه. وخليني أوجعك بالرقم. آخر مرة مصر كسبت روسيا كانت سنة 1991. أحمد رمزي وحسام حسن سجلوا. النهاردة حسام حسن قاعد على الدكة كمدرب وكسبهم تاني. الراجل ده بيكسر روسيا، لاعب ومدرب. وبس استنى الجامد، زيكو نفسه قل لو كاتب السيناريو بإيدي ما كنتش هتخيل ده. أول كاب، أول هدف، رأسية في الشباك، ده اللي اسمه ليلة عمر. وفي خبر تاني كان لازم تشوفه، صلاح ما كنش في قايمة أماتش بس قاعد على الدكة يساند الشباب. وفي فيديو هو بيتكلم مع الشناوي وحمدي فتحي وسط أماتش. الناس اللي بتشكك في نيته، أنا شفت اللقطة دي، ده مش راجل ماشي. طب تعالى نفهم سوا. بوتشيتينو اللي مفروض بعد 13 يوم يفتح مونديال مع USA في بلده، قاعد دلوقتي بيتكلم مع AC ميلان. BBC وESPN ورومانو كلهم أكدوا. أنا شايف ده فضيحة بصراحة. منتخب USA بيستضيف العامة ومدربه دماغه في سيري حرام عليه. والأهم، جوردون خلص الكشف الطبي في برشلونة رسمياً. 69 مليون باوند. الراجل لسه فايز بكونفرنس ليج من أسبوع، دلوقتي لابس قميص برسا. السوق ده مجنون. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، ايه أكتر حاجة وجعتك النهاردة؟ بوتشيتينو بيخون USA ولا زيكو اللي عمل ليلة عمره؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.